السلام عليكم. فيديو جديد على قناة المستديرة. فيديو اليوم غنشوفوا فيه بعض اللقطات من المباراة الأخيرة اللي جمعت ما بين الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة، واللي انتهت بفوز النسور بهدفين لصفر. وبهذه النتيجة الفريق الأخضر كيحقق رقم جديد، بحيث كيكون انهى الشطر الأول من البطولة وهو الفريق الوحيد اللي بدون هزيمة بعد هزيمة نهضة بركان في الجولة الأخيرة، وبذلك كيضمن الصدارة في انتظار الحسم في لقب الخريف الفخري المرتبط بنتيجة فريق الجيش الملكي في اللقاء اللي غيجريه ضد الفتح الرباطي. المهم، أول حاجة في فيديو اليوم هي واحد الدقائق معدودة من هذه المقابلة اللي صراحة وخلا مجال للمقارنة، ولكن جاب لي الله أنها مباراة في الدوري الإنجليزي. حيت قليل وقليل بزاف فين كنشوفوا الكرة ما توقفاتش، ومحاولة من بعد محاولة واخا كي قلت دقائق معدودة. نتمناو هذا الإيقاع وهذه المحاولات يتعاودوا بزاف وبزاف، حيت هذا الشيء اللي ما كرهناش نشوفوه وغيحسن من مستوى البطولة عندنا. اللقطة الثانية هي لقطة الهدف الأول لفريق الرجاء، كان هدف جميل من لاعب أنيق. فريق المولودية كان ناجح في المنظومة الدفاعية ديالو على طول المقابلة، ولكن كي كنشوفوا من خلال الإعادة كان كيخلي مساحات بين الخطوط ديالو، وهذا خطأ خاصة على مشارف مربع العمليات. الشيء اللي استغلوه لاعبي الرجاء، بحيث اللاعب مسجل الهدف رغم أنه ما تمكنش من ترويض الكرة في الوهلة الأولى، وحيث كانت المساحة أمامه وزاوية للتسديد ما تأخرش وسدد تسديدة مركزة. نفس الشيء في اللقطة الثانية، مولودية وجدة بادر بالخروج شيء طبيعي لتعديل الكفة، ولكن دائما كيخلي المساحات بين الخطوط ديالو واللاعبين في الظهر بدون رقابة. هذا الشيء اللي سهل المأمورية على لاعبي الرجاء، اللي مني كتخلي لهم المساحة كيعاقبوك، بحيث بسلاسة كيمرروا الكرة بيناتهم وكيتسجل على إثر الهدف الثاني في المقابلة. هنيئا الفريق الرجاء بهذا الفوز، بالتوفيق في المقابلات القادمة. فريق المولودية مع الإطار الوطني فوزي كيبصم على أداء ومستوى محترم. نتمنى هذه الهزيمة ما تأثرش على اللاعبين وعلى العمل اللي كيديروه، وحد أوفر في قادم الدورات. كانوا هادو نقاط اللي اختارينا في هذه المقابلة. إلى فيديو قادم، السلام عليكم.